ازيك يا عزيزي المتابع؟ ممكن تنسى اي حاجة زعلتك؟ تعالى روق عليك بالفيلم الجامد ده. بيبدأ الفيلم في مستشفى واشنطن المركزية، والمدير بيتكلم مع اكبر دكتور مخ دكتور بين كارسون، وطلب منه يسافر المانيا علشان يعمل عملية جراحية لتوأم ملتصق. العملية دي خطيرة جدا لان المفروض يفصل التوأم بدون اي غلطة او مشاكل، وبيقعد يراجع تقاريرهم الطبية وبيقول العملية دي مستحيلة لان توأم ملتصق بالراس، ولو فشل في العملية الاطفال هيتصابوا بشلل كامل او هيموت واحد منهم. وتاني يوم دكتور بين بيسافر ألمانيا علشان يتابع حالة التوأم، وأمهم بتقوله الدكاترة رفضت تعمل العملية لأنها خطيرة، وقالوا إن طفل واحد بس اللي هيعيش. بين بيقولها إنه راجع التقارير بتاعة الطفلين وحظهم حلو لأن كل واحد فيهم عنده أجهزة منفصلة عن التاني، بس الخطورة بتكون في الدماغ لأنهم مشتركين في أجزاء مهمة ومنهم الجهاز العصبي. لو فصل الجمجمة الأطفال هتنزف كتير، وارد يموت واحد منهم، علشان كده محتاج يلاقي طريقة يوقف بيها النزيف بسرعة، وقتها العملية ممكن تنجح. وبيوعدها انه هيعمل كل اللي بايده علشان العملية تنجح من غير ما حد فيهم يموت. وفي المشهد ده بنرجع بالذاكرة لسنة 1961، والدكتور بين في المدرسة وهو طفل، والمدرسة بتقوله انه فاشل لانه جاب درجات وحشة وسقط لتالت مرة، وكل زمايله بيتريقوا عليه لانه سقط في كل الامتحانات. وبعد الحصة واحد من زمايله بيقعد يتريق عليه وبيقوله انه غبي، وبين بيتعصب وبيضربه. وبعدها مدير المدرسة بيستدعي امه وبيشتكي لها منه وبيعرفها انه مستواه ضعيف ولازم تعاقبه علشان يحسن من مستواه. وبين بيخرج مع امه وبيتأسف لها وبيقول لها انه فعلا فاشل وغبي زي ما بيقولوا عليه، بس امه بتقوله انه ولد ذكي ولو استخدم ذكائه في الدراسة هيبقى اشطر واحد واحسن من زمايله بكتير، لكن لو مستواه فضل ضعيف كده هيبقى اخره عامل نظافة او بياع في المحلات. وبعدها بيروحوا، وبين واخوه بيقعدوا قدام التلفزيون، لكن امه بتزعق فيه علشان مش بيذاكر وبتخليه يعمل الواجب، وبيكون عاوزة تحل معاه الواجب علشان في كلام مش عارف يقراه، بس بتقوله انها مش هتقدر تساعده علشان نظرها ضعيف ومحتاجة نضارة قراية، بس هي بتكدب عليه لانها ما بتعرفش تقرا وتكتب اصلا، وبتلاحظ على بين ان نظره ضعيف ومش شايف الاسئلة كويس، وبتشتري له نضارة علشان يقدر يشوف كويس. وهناك المدرسة بتديله النتيجة وبيكون جايب درجة حلوة ومستواه بيتحسن على الاول بكتير، وبيروح البيت علشان يوري امه درجاته، وثقته بنفسه زادت بعد ما زمايله بطلوا يتنمروا عليه ويقولوا له يا غبي، وامه بتقوله انها فخورة بيه لانه ذكي جدا ويقدر يجيب درجات اعلى ويطلع الاول على طول. وبعدها بين واخوه بيكونوا قاعدين قدام التلفزيون، وامه قاعده تفكر في المسؤوليه الكبيره اللي شايلها لوحدها لانها بتشتغل وبتصرف على اولادها، وبتروح تاني يوم للدكتور النفسي بتاعها وبتحكي له عن حياتها، وبتحكي له ان اهلها جوزوها وكان عندها 13 سنه علشان كان مستواهم المادي ضعيف، وعاشت مع جوزها وخلفت منه ولدين، لكن بعدها اكتشفت ان جوزها كان متجوز ومخلف قبلها، وقعدت معاه بس بعدها انفصلت لما عرفت انه مدمن مخدرات، وخدت اولادها وعاشت بعيد عن جوزها وبقت تشتغل في البيوت علشان تقدر تصرف عليهم وتعلمهم كويس. واللي مزعلها اكتر انها مش عارفه تساعدهم في دراستهم لانها ما تعرفش القرايه والكتابه، وبتكذب عليهم وبتقول لهم ان نظرها ضعيف علشان تشجعهم على الدراسه. والدكتور بيفهم ان حالتها متطوره وعندها ميول للانتحار في اي وقت بسبب الضغوطات، وبيقول لها انها محتاجه تتعالج في المصحه لمده اسبوع، وبيوعدها انه هيتكفل بمصاريف علاجها كامله. وبترجع البيت وبتعرف اولادها انها هتسافر عند اختها اسبوع ومش هتقدر تاخدهم معاها علشان يذاكروا لان امتحاناتهم قربت، وبتطلب منهم يحفظوا جدول الضرب لحد ما ترجع. وبين بيقول لها ان جدول الضرب ده كبير ومستحيل نخلصه في اسبوع، فبتقوله انه ولد ذكي جدا ويقدر يحفظه، وهي كمان حفظته وهي عندها 7 سنين، لكن هي بتكذب عليه علشان تشجعه. وبعدها بتروح المصحة علشان تتعالج من الاكتئاب، وبين بيبعت لها جوابات يطمنها، هي ما بتكونش عارفة تقرا اللي في الجواب، وبرغم كده عندها امل في اولادها يحققوا اللي معرفتش تحققه. وبين بيحفظ جدول الضرب كامل علشان يفاجئ امه لما ترجع، وبينجح في امتحان الرياضة وبيجيب امتياز، والمدرسة بتكون فخورة بيه لانه بقى الاول على الفصل بعد ما كان بيسقط في الامتحانات. وبيرجع البيت مبسوط وبيلاقي امه رجعت من السفر، وبيقول لها انه طلع الاول ونفسه يطلع دكتور لما يكبر، وامه بتقوله انه هو ولد ذكي جدا ومتأكدة انه هيقدر يحقق حلمه ويخلي العالم كله يتكلم عنه. وبترجع امهم لشغلها وبتروح بيت جديد علشان تنظفه، وصاحب البيت دكتور جامعي، وبتتفاجئ من المكتبة وكمية الكتب اللي فيها، وبتسأله اذا كان قرا الكتب دي كلها، فبيقول لها انه قرا معظم الكتب، والكتب دي هي سر نجاحه وهي السبب انه بقى دكتور جامعي. وبتقرر تخلي اولادها يهتموا بالقراية علشان يبقوا ناجحين زيه. ترجع البيت بعد ما بتخلص، وبين واخوه قاعدين قدام التلفزيون، وبتقول لهم لازم يضيعوا وقتهم في حاجة تفيدهم، وامرتهم يروحوا المكتبة ويقروا كتابين كل اسبوع، وكمان يعملوا لها تقرير عن اللي استفادوه من الكتب اللي قروها. وبعدها بيروحوا يشتروا كتابين وبيرجعوا البيت يقروهم، وبين بيكون مبسوط وبيقول لمامته الكتب ممتعة جدا واحسن من القعدة قدام التلفزيون. وفي يوم وهو
وهو رايح المكتبة بيلاقي صخرة شكلها غريب وبيقرر يجيب كتب عن الصخور ويعرف أكتر عنها. وفي المدرسة بيكون عنده حصة جيولوجيا والمدرس بيشرح لهم أهمية الصخور البركانية وبيسألهم عن الصخرة اللي في إيده، والطلبة محدش عارف عنها حاجة ما عدا بين بس اللي بيجاوب، والمدرس بيتفاجئ بمعلوماته وبين بيتعلم أكتر علشان يحقق حلمه ويبقى دكتور مشهور. وأمهم بتتعلم القراية والكتابة مع دكتور الجامعة علشان تساعدهم في المذاكرة، ومستوى بين بيتحسن أكتر وبيطلع الأول على المدرسة وبيتكرم، وأمه فخورة بيه وبتحس إنه تعبها معاهم مراحش على الفاضي. لكن في الوقت ده بتقف مدرسة وبيبان عليها العنصرية وبتقولهم إن بين مجرد ولد أسود، ولو كانوا باقي زمايله ذاكروا كويس ما كانش طلع الأول. وأمه بتتعصب من كلامها وبتقرر تنقله من المدرسة علشان ما يتأثرش وتحفظ كرامته. وتاني يوم بين بيروح المدرسة الجديدة وبيقعد زمايله يتنمروا عليه لأن لبسه قديم، ولما بيرجع البيت بيطلب من أمه تجيب له هدوم جديدة على الموضة علشان زمايله ما يتنمروش عليه. بس أمه بتقوله إنها مش معاها فلوس لأنها صرفت كل فلوسها في المدرسة الجديدة، فبيتعصب عليها وبيكلمها بأسلوب وحش، وبيروح المدرسة وبيصاحب اللي كانوا بيتريقوا عليه وبيكونوا أصدقاء سوء وبيدوله السكينة علشان يقتل أي حد يتنمر عليه. ولما بيرجع البيت بيلاقي أمه مشترياله هدوم جديدة زي ما طلب، بس بيقعد يزعق مع أمه لأن الهدوم مش عاجباه ومش على الموضة زي ما كان عاوز. بس أمه بتتعصب عليه وبتقوله إنها عاوزة تفرحه بأي شكل علشان مفيش حاجة تأثر على مذاكرته. في الوقت ده بيتعصب عليها وبيبقى عاوز يضربها، وأخوه بيدافع عنها، وبين بيخرج وبيسيب البيت وبيحس بتأنيب الضمير على كل اللي عمله معاها. وبعدها بيجي واحد من أصحابه يتنمر عليه وبين بيضربه بالسكين في بطنه، بس من حظه إنه السكين بتيجي في الحزام وبتتكسر، وصاحبه مش بيصاب وبيرجع البيت بسرعة وهو خايف ومش مستوعب إنه كان هيقتل واحد. ومن بعدها بيقرر يبعد عن أصحاب السوء ويشوف مستقبله. وبعد 5 سنين بيدخل كلية الطب زي ما كان بيتمنى، وتخصصه بيكون في جراحة المخ والأعصاب. وفي الجامعة بيتعرف على بنت اسمها كاندي وبيحبها، وبيكون يائس لأن الكلية صعبة وكمان عايش بعيد عن أمه وعن أخوه. وحبيبته بتحاول تخرجه من اللي هو فيه وتساعده في المذاكرة، وبتمر الأيام وبين بيتخرج من الكلية بتقدير امتياز وبيكون الأول على الدفعة. وبيعدي 3 سنين وبيتجوز كاندي وبيخلف منها، وبيقدم على وظيفة دكتور مخ وأعصاب في مستشفى واشنطن المركزي، وبتكون أكبر مستشفى في أمريكا. ومدير المستشفى بيسأله في الانترفيو كأي سؤال تقليدي وبيقوله إيه اللي خلينا نختارك من وسط 128 دكتور قدموا على الوظيفة دي. فبيقوله إن هو شخص عادي لكن شايف إن المخ ده عضو غامض وهو عاوز يفهم اللغز بتاعه، وعنده موهبة إنه دايما يحس بالمريض، والأهم منه إنه يعالجه ويديله أمل في العلاج. والمدير بينبهر بثقته في نفسه وبيوافق بتعيينه كمتدرب لمدة 3 شهور لحد ما يكتسب خبرة. تاني يوم بيبدأ شغله في المستشفى كمتدرب مع دكتور مخ وأعصاب، ولما بيقول رأيه في حالة مريض بيتنمروا عليه وبيقرر يقوي علاقته بزمايله ويجيب لهم ورد. وفي يوم بتوصل حالة حرجة جدا محتاجة عملية في أسرع وقت، وكل الدكاترة مشغولين في عمليات تانية، بس بين ما ينفعش يعملها لأنه لسه متدرب، فبيقرر ينقذ المريض ويعمل العملية ويتحمل المسؤولية. وبيعمل العملية وهو واثق من نفسه ومتأكد منها من خلال قراءته لكتب الطب، وبتنجح العملية وبينقذ المريض من الموت. والمدير بيستدعيه وبيكون خايف لا يفصله، والمدير بيزعقله انه عمل العملية من غير دكتور مختص، لكن المدير كان بيهزر. وبين بيتفاجئ بس المدير بيقوله انه كان ممكن العملية تفشل ويترفد من الشغل ومش هيمارس مهنة الطب دي تاني. وبعد 4 سنين بيعينوه دكتور مخ وأعصاب بشكل رسمي، والدكاترة بيحترموه لشطارته وبيعاملوه بطريقة حلوة. وفي يوم بتوصل حالة لطفلة عندها صرع ولازم تعمل عملية في المخ في أسرع وقت، وبين بيقرأ التقرير الطبي بتاعها وبيقول لأهلها إن العملية فيها مخاطرة لأن الطفلة عندها خلايا تالفة في مخها ولازم يشيلوها، وبيقول لهم إن أول مرة يعمل عملية من النوع ده ولازم ياخدوا موافقتهم، وأهل الطفلة بيضطروا يوافقوا لأنه مقدمهمش حل تاني. وبيعمل العملية فعلا وبتنجح، والطفلة بتخف من الصرع، وكل الصحافة بتيجي تعمل معاه حوار صحفي لأنه أول دكتور ينجح في استئصال خلايا تالفة من المخ. ومن وقتها بين بيتشهر وبيبقى أشهر دكتور مخ وأعصاب في أمريكا، وحالته المادية بتبقى كويسة جدا وبيشتري بيت كبير. وبعد فترة أمه بتجيله تزوره وهي فخورة بيه وبتهتم بمراته اللي حامل في توأم، وبيجي ميعاد ولادتها وبينقلها المستشفى وهو خايف عليها لأن حملها كان مش مستقر. والدكتور بيبلغه إن مراته جالها نزيف وقدروا ينقذوها، لكن للأسف ما قدروش ينقذوا التوأم، وبيزعل بين عليهم. بس كاندي بتفوق وبتقوله يرجع شغله في المستشفى لأن المرضى محتاجينه. وفي المستشفى بنرجع لأول مشهد، وبين بيحاول يشوف طريقة علشان يوقف النزيف من التوأم الملتصق، وبين
وبين بيصمم يعمل العملية دي علشان بيفتكر أولاده التوأم اللي ماتوا، وبيحكي لأمه عن الطفلين التوأم وبيقول لها إنه لو فشل هيموت واحد من الطفلين، ووالدته بتشجعه كالعادة وبتقوله إنها فخورة بيه هو وأخوه اللي بقى مهندس مشهور ومتأكدة إنه هينجح في العملية. وبعد أسبوع بين بيروح يقابل أهل التوأم وبيقول لهم إن لقى طريقة علشان يمنع بيها النزيف، وهو إن يوقف قلبهم لمدة صغيرة علشان يمنع الأوعية الدموية من النزيف، وبيقول لهم إن الطريقة دي خطر جدا ولازم موافقتهم علشان يقدر يعمل العملية. وأهل الطفلين بيوافقوا لأن حالتهم خطيرة وحياتهم وأملهم متوقفة على العملية دي. وبين بيدخل غرفة العمليات ومعاه فريق طبي كبير لمساعدته، وبتستمر العملية مدة 22 ساعة، وبين بينجح في العملية وبيقدر يفصلهم عن بعض، وأهل الطفلين بيفرحوا جدا وبيشكروه، ومراته وأمه مستنينه، وكل وسائل الإعلام بتروح تتكلم معاه، وقصته بتتكتب في الجرايد. وبرغم كل الظروف والتنمر اللي اتعرض له بقى أشهر دكتور مخ وأعصاب في العالم. وهنا بيخلص الفيلم. ممكن تعملوا اشتراك لو عجبكم، ولايك وكومنت حلو زيكم، وسلام عليكم.